حبايبي ممكن تجيبوا سكينة وتعملوا اشكال كده بايه كده اهو، يعني كده 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 مثلا، اشكال كده بالسكينة كده تعملوا كده، هتدوكوا مثلا وردة، هتدوكوا اشكال كده. شفتوا حبايبي؟ انا مش يعني انا اقل حاجة بنعملها يا حبايبي، يعني انا بتاعت الغلابة، مش هقول لكم هاتوا كيس حلواني بقى وحيركم، لا احنا كده حطيناها كده. خدت اشكال كده حبايبي، وايه ايه رأيكم بقى؟ لا كيس حلواني ولا غرمتكم كيس حلواني ولا حاجة، كيس تلاجة حطينا فيها صوص الشوكولاتة وزوقناها زي ما انتوا شايفين كده، وندخلها بقى الفرن. والفرن احنا مشغلينه اول ما عملت الكيكة، اول ما اشتغلت في الكيكة لازم الفرن يكون والع يا حبايبي، وادخلها الفرن ونشوفها ان شاء الله مع بعض مخرجة من الفرن. يلا حبايبي نعمل مع بعض الكيكة الاقتصادية الموفرة خالص، يعني بأقل تكاليف خالص، مش هنكلفها اي حاجة غير ان احنا معانا هنا كوباية سكر، معانا كوباية سكر، معانا كوباية الا ربع زيت، معانا بيكنج باودر، معانا معلقة كاكاو، معانا معلقة خل في الكوباية هنا، معلقة خل، معانا صينية مدهنينها زيت، وهنا معانا كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق نخلينهم كويس قوي، منخولين كويس قوي. هنعمل ايه؟ هنجيب باكو البيكنج باودر كله، هنحطه على ايه؟ على كوبايتين الدقيق. طبعا نخلينهم، يا ريت تنخلوهم مره واتنين يا حبايبي. كده خلصنا البيكنج باودر. معانا هنا ايه يعني حاجه بسيطه، ملح، يعني ربع معلقه ملح، ربع معلقه ملح يا حبايبي اهي على البيكنج باودر. خلاص كده المواد الجافه كده مع بعض، الدقيق مع البيكنج باودر مع الملح، نقلب بقى كده، هنقلبهم مع بعض كده، نقلبهم كده مع بعض كده حبايبي. نروح للمواد السائله بقى، هنعمل ايه؟ معانا هنا حطينا دي كوبايه الا ربع زيت اهي، طبعا الزيت يكون ريحته حلوه، زيت نظيف يعني. كده كوبايه الا ربع اهي، وطبعا الكوبايه الا ربع دي اخدنا منها معلقه، مسحنا بقى ايه، مسحنا بقى الصينيه كده. خلاص تمام. معانا كوبايه سكر، كله في الخلاط، دي الحاجات اللي في الخلاط بقى، كوبايه سكر. كوبايه السكر دي يا حبايبي اللي احنا عايرنا بيها الدقيق، يعني احنا عملنا كوبايتين دقيق من مقاس الكوبايه المج الكبير ده، كوبايتين دقيق حطينا زي ايه منهم كوبايه سكر في الخلاط، وكوبايه الا ربع زيت. خلاص نضرب بقى ايه الزيت مع السكر كده حبايبي، الزيت مع السكر في الخلاط. ما حبيتش اوريكم حته الضرب ده عشان ايه ما اعملش ازعاج لكم في من صوت الخلاط. احنا حطينا هنا السكر والزيت، معانا بقى ايه، نحط على السكر والزيت حبه فانيليا كده، معانا الفانيليا حبه بتاع ربع معلقه صغيره كده كده حبايبي. يعني حطينا كوبايه سكر وكوبايه الا ربع زيت وفانيليا. خلاص هنعمل ايه بقى تاني؟ هنجيب ميه سخنه نحطها في المج بتاع السكر ده كده، نعاير كوبايه، لازم ميه سخنه يا حبايبي، سخنه من الكاتل كده. خلاص نحط كوبايه ميه سخنه. دي كيكه من غير لبن ومن غير بيض ومن غير سمنه، هي عباره عن ايه، ميه سخنه وزيت وسكر وفانيليا. نضربهم واجيلكم. ورجعنا لكم بقى حبايبي، قطعناها، استنيتها لما بصراحة لما هدت شوية، ما كنتش عارفة اقطعها لانها سخنة، عاملة زي البسبوسة والله بالظبط، بسبوسة.
وايه رأيكم بقى يا حبايبي؟ يعني حاجة حلوة للولاد وهي قاعدة تذاكر وحاجة كده على قد ايدنا، وما شاء الله عليها طعمها تحفة، ويعني سكر مربى كده، مربى في نفسها كده. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.